اللي جربوا ترند البطيخ ليش ما قلتوا لنا لازم تجربونه؟ الحمد لله اني سمعت كلام امي، جربت ترند البطيخ وسويت لكم بالفواكه الموسمية عشان كلكم تجربونه، بس لازم تجربونه على طريقتي عشان ينجح معكم من اول مرة. طبعا للوصفة افرغ بملعقة الايس كريم نصف البطيخة. بالنسبة للموية استخدمها بعصير البطيخ. طبعا البطيخ يا تاكلونه يا تصلحون في وصفات ايس كريم. طبعا انا اضفت عنب وخوخ مقطع صغير وبرتقالة. نجي للجزء اللي مخوفكم من الترند. عندي ظرفين جيلي، واحد فراولة واحد توت مشكل، عليهم كوبين ماء ساخن وكوب ماء بدرجة حرارة الغرفة. طبعا تركته يطبخ على النار لمدة 3 دقائق أو لين يفور. بعد ما يبرد بدرجة حرارة الغرفة أصبه على الفواكه عشان ما تخرب. انتبهوا لهذه اللقطة. الملاحظة الثانية لازم يكون في ارتفاع من البطيخ عشان ما ينكب عليكم بالثلاجة. طبعا بعد ما تغطونه تدخلونه ليلة كاملة بالثلاجة. طبعا قبل لا تقطعونه أكيد لازم تتخلصوا من هذا الجزء الزايد وبكل سهولة راح يروح معكم. وهنا قطعت الأجزاء صغيرة عشان انتوا تشوفون معي بالمقطع كيف الجيلي متماسك ومحافظ على شكله. واكيد السكر لازم يكون حاد، لازم تنتبهون وقت التقطيع. شفتوا كيف متماسك؟ بالعلم انا حاطه برتقال يعني يعتبر في نسبة سوائل. طبعا هذه النتيجة من اول تجربة وانتوا بعد راح تطلع لكم نفس النتيجة لو التزمتوا بالوصفة. شاركوا الوصفة، لو اول مرة تشوفون حسابي اكيد راح تستفيدون من المتابعة.